مسا عليك يا صديقي الميلانيستا، واهلا وسهلا بيك في حلقه جديده هنتكلم فيها عن مؤتمر تقديم مدرب الميلان الجديد باولو فونسيكا. الراجل النهارده وصل لمدينه ميلانو وعمل مؤتمر صحفي جامد قوي. النهارده في المؤتمر باولو فونسيكا مع إبرا الاتنين اتكلموا في نقاط مهمه جدا وادوا الجماهير مجموعه من الوعود الرائعه. انتوا عارفيني انا بحب امسك الوعود، طالما وعدتني بحاجه يبقى انت كده راجل برنس. ليه؟ عشان هفضل قاعد لك طول الموسم اعرف بقى انت هتنفذ الوعود دي ولا هيطلع كلام في الهوا. فعشان كده بصراحة المؤتمر عجبني قوي واتقال فيه كلام مهم ليه علاقة بحل مشاكل الفريق اللي ليها علاقة بالامور الفنية والامور الدفاعية والنقاط اللي ليها علاقة بالاصابات، الى جانب ان اتكلموا عن الميركاتو واتكلموا عن مواضيع كتير جدا تهم كل الميلانيستا. فعايز منك تركيز عالي قوي في حلقة النهاردة من اولها لحد اخرها، ودعم كبير جدا باللايكات، لايك كومنت شير سبسكرايب للقناة لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس. وتعالى نشكر كل الناس اللي ساهموا في تطوير القناة خلال الفترة اللي فاتت. بشكرهم طبعا من كل قلبي على الدعم الجميل اللي بيقدموه للقناه. وتعالى دلوقتي نبدا المؤتمر الصحفي. إبرا بدا واتكلم على انه احنا متحمسين جدا جدا لبدايه المغامره الجديده مع باولو فونسيكا، وقال ان احنا النهارده مش بنتكلم عن استراتيجيه للحاضر، لا احنا بنبني استراتيجيه للمستقبل. فونسيكا اتكلم على انه بيشكر الجميع داخل نادي الميلان وبيشكرهم تحديدا على اختيارهم ليه في قياده المشروع الجديد بتاعهم. وطبعا الراجل متحمس جدا ان هو يبدا مشروعه مع الميلان، لانه شايف انه الميلان نادي كبير جدا ونادي طموح جدا وله تاريخ عظيم، وهو نفسه انه يكون جزء من التاريخ ده. وقال ان هو عنده طموح كبير جدا نفسه ان هو يحققه مع الميلان، وهو عارف انه مسؤولية تدريب الميلان دي مطلوب منك فيها حاجة واحدة بس وهي الفوز. وقال كمان ان هو متحمس جدا يشتغل مع اللعيبة الحالية اللي موجودة في الميلان، شايف ان هم امكانياتهم حلوة قوي، وقال ان هو واثق في قدراتهم وانه متحمس للعمل معاهم. ولكن هو كمل وقال لا يخفى عليكم يعني ان الميلان لسه محتاج بعض التدعيم، ولكن مش تدعيم كبير، تدعيم في بعض المراكز. التصريح اللي جاي ده بقى لازم اقراه لك بالنص لانه تصريح مهم جدا ووعد مهم جدا لازم تركز فيه. باولو فونسيكا قال ايه؟ قال اعتقد ان الميلان نادي له تاريخ في كرة القدم الهجومية، ولكي نفوز يجب ان نكون فريقا مهيمنا. هذا ما اريد بناؤه هنا، فريق شجاع مهيمن هجومي سريع الاستجابة ولا يترك الفرق الاخرى تفكر او تلعب. الجملة دي انا وقفت عندها قوي، يعني حضرتك ناوي تبني منظومة لعب مع الميلان ثابتة تنزل تفرضها على اي خصم هتواجهه مهما كانت طريقة لعبه. والله كلام جميل وحلو قوي ووعد مهم جدا لازم نفتكره. الاحلى بقى انه بعد الكلام ده راح مكمل وقال ايه؟ قال انا اريد الفوز اولا. يعني هو اتكلم على ان الاهم عنده هو الفوز مش الاهم طريقة اللعب، وده يوضح لنا ان هو مش مدرب متزمت، يعني لو طريقة لعبه بتخسره مش هيلعب بيها. كمل وقال لكن جودة اللعب بالنسبة لي مهمة، اريد بناء فريق يجعل المشجعين فخورين، فريق ذو هوية قوية. التصريح ده بالنسبة لي طرب يا جدعان. هتقول لي يا عم انت مالك فرحان كده ليه؟ ده مجرد كلام، الكلام ده ممكن ما يتنفذش. هقول لك ايوه، ما هو انا مبسوط ان الكلام ده اتقال. ليه؟ لانه طالما اتقال يبقى انا كده هعرف احاسبه. والله على مدار الموسم كامل لقيتك بتحاول تبني المنظومة بالطريقة اللي انت شرحتها دي، يبقى انت راجل برنس. لقيتك بتتزحلف يبقى انت زحلف. فعشان كده بحب الوعد، انك انت توعد بحاجة عشان اعرف احاسبك بعد كده. بعدها زلاتان اتكلم على ان صفقة زيركزي توقفت تماما، وكلنا عارفين ان هو خلاص رايح لمانشستر يونايتد، ولكن هو قال ان احنا عندنا اسم مهم في الهجوم مش هيتم الاعلان عنه دلوقتي. ومعرفش ليه التصريح ده اداني انطباع ان هو ولا لوكاكو ولا موراتا. هو من الواضح ان اداره الميلان بتفكر في اسم مهاجم مختلف تماما ما اتقالش في الصحافه، بس ده اللي انا استنتجته. هو زلاتان ما قالش كده، انا استنتجت من كلامه كده، ممكن يبقى صح ممكن يبقى غلط. انما فونسيكا في الحقيقه لما اتسال عن ايه الخصائص اللي انت محتاجها في المهاجم رقم 9، حسيت الاجابه بتاعته عايمه شويه. يعني هو قال لك لما تبقى دايما بتهاجم في نص ملعب الخصم انت محتاج مهاجم يكون قوي وفعال.
ايوه ايه الخصائص، هو ما فسرش. هل انت عايز مهاجم صندوق، عايز مهاجم حركي؟ هو ما فسرش بصراحه. اتسال بقى باولو فونسيكا عن الديربي ضد الانتر، وكانت اجابته كالاتي: قال ما استطيع ان اعد به هو القتال في كل مباراه للفوز. لن يكون الامر مختلفا مع الانتر، نعلم اننا نواجه فرقا قويه مثل الانتر، لكن علينا ان نلعب بشجاعه وطموح للفوز. لن يكون الامر مختلفا مع الانتر. يعني الراجل اتكلم على انه هو هيحاول يبني فريق يكون قوي ضد اي خصم، مش بس قدام الانتر. وده وعد تاني لازم تاخد بالك منه، انه هيحاول يبني فريق ذو شخصيه قويه. احنا كنا كتير بنشتكي من لعيبه الميلان ان احنا بنحس ان هم بيتدلعوا بيتمرقعوا، مش حاسين بالمسؤوليه. كتير كنا بنقول لعيبه الميلان مش حاسه بقيمه التيشيرت اللي هم لابسينه، لكن الراجل بيوعد ان هو يقاتل في كل مباراه من اجل الفوز. إذن هنشوف فريق عنده شخصية قوية. فونسيكا لما اتسأل عن رافائيل لياو قال إنه لياو هو لعيب مهم جدا بالنسبة للميلان ومحوري، وأتوقع إنه يكون متحمس جدا وجاهز للعب من أجل الفريق. وكمل بعدها وقال هو لعيب شاب لديه فرصة للتعلم كل يوم، وأرغب في العمل معه لتعليمه أشياء يمكنه أن يتعلمها مع السماح له بمساعدة الفريق. يعني الراجل تقريبا عايز يشتغل مع رافائيل لياو على انه يطور من طريقة لعبه. طبعا موهبة لياو مش محتاجين نتكلم عليها، ولكن ممكن يكون قصده من التصريح ده انه عايز يطور من طريقة تفكيره، يطور من فكرة استمراريته اللي مش موجودة، وان هو ماتش فوق وماتش تحت وماتش حلو وماتش وحش. لا، هو شكله عايز يشتغل معاه على النقطة دي. عموما هيفرق جدا درجة استجابة لياو للطريقة اللي هيتعامل بيها معاه باولو فونسيكا. إبرا لما اتسأل عن الميركاتو قال اطمنوا يا جماعة، احنا بنشتغل ومفيش أي مشكلة، بس مفيش ولا صفقة تم إغلاقها في الوقت الحالي، ومفيش أي صفقة هيعلنوا عنها دلوقتي، ولكن هم بيدرسوا كل الفرص المتاحة داخل الميركاتو وبيشتغلوا على أساسها. تصريح عادي بصراحة، ما يوصلكش لأي شيء. خد بقى عندك التصريح الجامد قوي اللي جاي ده. باولو فونسيكا اتسأل كيف سيعمل على حل مشاكل الدفاع في الموسم الماضي، فرد باولو فونسيكا وقال ايه؟ قال بالطبع قمت بدراسة الفريق ولا أرغب في إجراء مقارنات. واحدة من الأمور التي يجب أن نحسنها للفوز هي أن نكون فريقا متوازنا أكتر. متوازن يعني بيلعب بكورة متوازنة ما بين الهجوم والدفاع. وكمل وقال لقد درست الفريق ويجب علينا تحسين المرحلة الدفاعية، وأعتقد أن ذلك يتعلق بطريقة الدفاع. نحن نرغب في بناء فريق أكثر عدوانية ويدافع بعيدا عن مرمانا، وسأعمل على تحسين ذلك. تحسين ايه؟ تحسين ذلك. حتة ان الامر يتعلق بطريقة الدفاع، هو عايز يقول ان المشكلة عندنا دفاعيا مش في العناصر او في اللعيبة، المشكلة في طريقة الدفاع، في المنظومة الدفاعية. وده يديني انطباع ان الراجل يعني عارف ازاي هيستخدم العناصر اللي موجودة بامكانياتها الحالية عشان يعمل من خلالهم منظومة دفاعية صلبة وقوية. فكرة فريق بيدافع بعيدا عن مرمانا دي تديك لمحة تكتيكية كده عن طريقة تفكيره ان هو هيلعب بدفاع متقدم في اوقات كتير قوي. بعدها إبرا اتكلم عن الوزن الزائد اللي موجود في الفريق، وقال ان في لعيبة كتير في الفريق لا يضيفون قيمة ولن يكونوا جزءا من الفريق الاول. واتكلم عن بالو توريه واتكلم عن اوريجي ان هم مش جزء من مشروع الفريق الاول، وان تم استدعائهم لفريق الميلان المستقبل اللي هو الفريق اللي تحت 23 سنه اللي هيلعب في الدرجه الثالثه. طبعا ده لغايه لما يتباعوا. فونسيكا اتسأل عن شكوك جماهير الميلان تجاهه ان هم مش واثقين قوي فيه، فالراجل رد وقال ان انا لدي رغبه كبيره في البدء واقناعهم. اريد ان اجعل الجماهير تعتقد اننا سنكون فريقا طموحا وسنلعب من اجل الفوز. ادرك المسؤوليه التي علي، وادرك ان علي ان اقنع الجماهير. انا متاكد انهم سيكونون معنا في كل لحظه، وانا واثق اننا سنكون اقوياء معا. ماشي يا معلم، ربنا يوفقك. اتسأل عن فلورينزي وقال ان هو لعيب جزء من الفريق، وان هو موجود دلوقتي في الميلان واكيد هو هيتعامل معاه. يعني برضو السؤال ده له علاقه بالمشاكل القديمه اللي كانت ما بينهم. إبرا بقى لما اتسأل عن تصريحات تيو هرنانديز اللي قالها في معسكر فرنسا عن مستقبله مع الميلان، رد وقال انه لاعب مهم في الميلان وهو سعيد جدا هنا ولست قلقا. بيحاول يقفل الموضوع يعني.
فونسيكا بقى لما اتكلم عن تيو هرنانديز قال ان هو لعيب بيحب الهجوم كتير قوي، وعشان كده احنا مش هيكون عندنا لعيب هجومي قوي زي تيو ناحيه اليمين، فالباك اليمين هيبقى ادواره دفاعيه اكتر. هوب هوب هوب، خلاص يا عم فونسيكا، انت كده بتحرق افكارك التكتيكيه في المؤتمر الصحفي، اتقل لغايه لما نقعد مع بعض انا وانت ونتفق هنلعب ازاي. فونسيكا بعدها اتسال عن موراتا، فالراجل قال انا مش عايز اتكلم عن لعيب مش موجود في الميلان، واتكلم على انه ما تقلقوش موضوع المهاجم، احنا عارفين كويس قوي الامكانيات اللي احنا محتاجينها وعارفين مين المهاجم اللي هنتحرك عشانه. ولكن اكتر نقطه بقى جمهور الميلان دمه محروق بسببها السنين اللي فاتت كلها وهي موضوع الاصابات. فالنهارده زلاتان هو وفونسيكا الاثنين اتسالوا عن موضوع الاصابات، ولكن نبدا براي فونسيكا في الاول. فونسيكا اتكلم وقال ان وضع الاصابات في السنوات الاخيره مقلق، ومنذ الامس بدانا نتحدث مع الاشخاص في مختبر الميلان، نعلم ان الاصابات تحدث ايضا بسبب عدد المباريات، لكننا واثقون من اننا لن نواجه هذه المشكله. يعني الراجل واضح ان هو عارف ان المشكله موجوده وعارف سببها وعارف ازاي يتعامل معاها. ابرا بقى رد تاني، قال لك الاصابات ليست مساله فقط تتعلق بتغيير المدرب، يعني مجرد تغيير المدرب مش هو اللي هيحل مشكله الاصابات، وده كلام جميل جدا. طب ايه بقى يا عم ابرا؟ الراجل اتكلم وقال انه حدثت بعض الامور ايضا في الجانب الطبي ونعتقد اننا وجدنا الطريق الصحيح. يعني الراجل قال لك انه مش مجرد تغيير المدرب هو ده اللي هيحل مشكله الاصابات، لا، في حاجه ليها علاقه بالجانب الطبي في الميلان، وهو بيعتقد ان هم كده ماشيين في الطريق الصحيح. يعني واضح ان كان في حاجه في الجانب الطبي وهم حلوها ويعتقدوا ان المشكله دي هتتحل ان شاء الله. فخلينا نقول انه ده وعد مهم جدا، انه الاصابات الفتره الجايه مش هتبقى زي السنين اللي فاتت. بالتاكيد هتحصل اصابات ودي نقطه احنا متاكدين منها، ولكن على الاقل ما تبقاش الاصابات بهذا الكم اللي كنا بنشوفه السنين اللي فاتت. فونسيكا بقى حب يوضح للجمهور قد ايه هو بيعشق ايطاليا والدوري الايطالي. فالراجل اتكلم وقال لك ايه؟ قال لك لا اعرف ما اذا كنتم تعلمون او لا، ولكني لدي شغف كبير بايطاليا، كان لدي تجربه كبيره مع روما، واعتقد ان الدوري الايطالي مميز للغايه، ولكن اعتقد ان تجربتي في روما كانت مهمه جدا لاتخاذ هذا القرار بالعوده الى ايطاليا. البيئه في ايطاليا بيئه مختلفه بالطبع، ولكني اعرف الدوري جيدا والمدربين الاخرين وخصائص الدوري الايطالي، وانا جاهز لبدء هذا المسار. ودي نقطه كويسه جدا. يعني الراجل واضح ان هو عارف الدوري بشكل كويس بسبب تجربته اللي فاتت، الى جانب ان هو درس وعرف مين هم المدربين المنافسين ليه الموسم الجديد. فالراجل محضر نفسه ومتحمس جدا لتجربته في ايطاليا. انا عجبني التصريح ده، لقيت فونسيكا بيقول لي اصبر استنى لسه ما خلصتش كلامي. فونسيكا بيكمل وبيقول ايه بقى؟ بيقول لك الدوري هنا قوي للغاية، اعتقد ان الدوري الايطالي هو اصعب دوري في العالم. أنا أدرك أن هناك قلقا بين اللاعبين الإيطاليين، نحن نكون مثالا بإنشاء ميلان المستقبل اللي هو فريق ميلان تحت 23 سنة. أعتقد أننا نعد بشكل جيد لحاضر ومستقبل الميلان، لقد نظرت بالفعل وأعرف لاعبين شبان إيطاليين وليس لدي أي مشكلة في إعطاء الفرصة لهم إذا كانت لديهم الشجاعة والجودة، وأعتقد أن هناك العديد منهم هنا. وده كلام بصراحة محمس جدا ومرتبط بالكلام اللي اتقال قبل كده عن فريق ميلان المستقبل اللي هو فريق الميلان تحت 23 سنة. انه واضح انه في مشروع طويل يا جماعة. واضح ان احنا النهاردة برضو اتجاب سيرة المشروع بتاع فريق الشباب ده، لانه بصراحة هيكون مهم جدا وخطوة مهمة جدا للمستقبل. ففونسيكا واضح ان هو عارف ازاي هيتحرك في اتجاه المشروع ده، وانه عنده الفرصة ان هو يدي الفرصة لاي لاعب منهم يكون جاهز يلعب مع الفريق الاول. بس معلش يا عم فونسيكا، يعني في حاجة كده جمهور الميلان مرتبط بيها قوي، وهي تشامبيونز ليج. جمهور الميلان متعلق جدا ببطولة دوري الابطال، فايه هدفك في بطولة دوري الابطال؟ هنا فونسيكا رد وقال ايه؟ قال نرغب في الوصول الى ابعد نقطة ممكنة، ندرك مدى صعوبة الفوز بدوري الابطال، لدينا الطموح في الفوز في كل مباراة، ولكننا ايضا بحاجة الى الحظ. معلش كده بس يا عم فونسيكا، انت سلمت على فورلاني قبل ما تخش المؤتمر ده؟ ما طبعا طالما جبت سيره الحظ يبقى انت اكيد قابلت مستر لاكي. انا عارف كويس قوي انه الحظ بيبقى موجود طبعا في كره القدم، وعارف كويس انه احيانا في تشامبيونز ليج الحظ بيخدمك، بس انا بقيت بتخنق من كلمه الحظ دي بسبب عم فورلاني مستر لاكي. ما انت كنت ماشي كويس يا عم الحاج، لازم تعكها يعني. فونسيكا كمان اتكلم عن لقائه مع كاردينالي، وقال ان انا انبسطت جدا باللقاء معاه، وخصوصا ان لما قعدت معاه قال لي جمله مهمه جدا.
هو بيتكلم على انه كاردينالي قال له انا مش بس محتاجك انك تفوز النهارده، انا محتاجك تفوز النهارده وتفوز بكره وتفوز دايما. وقال انه ده المشروع اللي بيعمل عليه نادي الميلان حاليا، وهو السعي وراء الفوز دائما، وانه في مشروع واضح محطوط لمستقبل الميلان. كلام حلو قوي وكلام مبشر جدا، وزي ما قلت لك هو يبقى كلام الى ان يتحقق. وبصراحة المؤتمر بشكل عام كلام محمس جدا وكلام مبشر جدا ويدعو الى التفاؤل. انا بصراحة عجبني الكلام جدا، ولكن برضو متفائل مع بعض الحذر. بس كالعادة الاهم من وجهة نظري انا وانطباعي انا عن المؤتمر هو انطباعك انت، اللي هستنى اقراه تحت في الكومنتات. قول لي انت حاسس بايه بعد المؤتمر؟ حاسس انك متفائل ولا حاسس انك برضو لسه متشائم؟ وفي النهاية الكلام عن المؤتمر حاسس ان هو ممكن يكمل اكتر في لايف نعمله كمان شوية بعد ما تكون شفت الحلقة دي، علشان ندردش اكتر ونفكر مع بعض ونتكلم في وجهات نظر مختلفة. ولكن في النهاية بتمنى من كل قلبي دعم كبير جدا على حلقة النهاردة باللايكات كتير جدا. لايك، كومنت، شير، سبسكرايب للقناة لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس. اشوفكم في حلقات جاية كتير وفي لايفات جاية كتير. سلام.